الإسلام كيراعي حقوق الإنسان منين كيتزاد حتى كيتوفاه الله عز وجل، ولهذا جات في الشريعة الإسلامية مجموعة من الأحكام والآداب اللي كتحفظ حقوق الميت وكتراعي حال أهله وأقاربه. فمن بين هاد الآداب اللي كتراعى عند الموت ملي كيتبت وكنتيقنوا بأن الشخص راه توفاه الله عز وجل، كنغمضوا له عينيه برفق، يعني بشوية وبالخاطر إكراما له، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح. والأمر الثاني خصو يصبر ويتمالك نفسه، ولا سيما إلا كانت المصيبة اللي تبتلى بها في أقرب الأقربين، فيسلم أمره لداك الشيء اللي قدر له الله سبحانه وتعالى ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعندك تسخط على قدر الله وترفع صوتك بالبكاء والنياحة، لأن هذا كيتعتبر من كبائر الذنوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة هي اللي كترفع صوتها بالبكاء على الميت وتولي تندب وتجدب وتقول: واك واك على سيدي فلان، مشيتي وخليتيني بوحدي ولما نعطي الراس، وغير ذلك من الكلام الباطل. فهذه النائحة إلى ما تابت غدا يوم القيامة كيبعثها الله عز وجل وفيها الجربة، والإنسان اللي فيه الجربة كيقلب على شي حاجة اللي لبسها تكون رطبة من القطن ولا الحرير باش تريح عليه الحكة، ولكن الله عز وجل كيبعثها فيها الجربة وكيلبسها سربال من قطران، واللي هو النحاس المذاب، واللي كيزيدها في الألم والعذاب والعياذ بالله تعالى. لأن في الدنيا ملي كانت كتغوت وتجدب وتندب عاقب الله عز وجل بهذا العذاب. والأمر الرابع من الآداب الإسلامية عند الموت أنه يصبر أهل الميت وعائلته، يقول لهم مثلا: أجركم الله في المصاب، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر إحدى بناته لما مات وليدها بالصبر والاحتساب. والأمر الخامس من الآداب الإسلامية عند الموت أنه يدعي الميت بالرحمة والمغفرة والعائلة بالصبر والسلوان، كما دار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة رضي الله عنه من اللي مات، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. والأمر السادس من الآداب الإسلامية عند الموت أنه يزرب في تجهيز الميت، يسارع في التغسيل دياله والصلاة عليه ودفنه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والأمر السابع من الآداب الإسلامية عند الموت أنه يساعد أهل الميت ويعاونهم في داك الشيء اللي يخصهم في هذاك النهار. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الطعام لأهل ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل، فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم أمر شغلهم. وهنا انتباه، هذا ما كيعنيش بأننا نديروا الخزاين ونعرضوا على الناس ويتجمعوا وياكلوا ويشربوا، هذا كيتعتبر من البدع وداخل في النياحة. كما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى آل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة. فالسنة هو يدير الإنسان شي طاجين ولا شي قصعة ويديها لأهل الميت، يدق عليهم الباب ويحط عليهم ويرجع في حالاته، ماشي يديروا الطوابل ويجمعوا الناس عليها.